هذا الحجم لو بعد لو قاعد. هو حكاها على قناه الحره، طلع حكاها الرجال. ما قال شيء. هو الرجل قبل لا تنتهي ولايته الاولى. نعم. بالعكس رفع الشعار يعني محاربه الفساد واشتغل به. نعم. ولكن انت تعرف المحاصصه ولو الاذرع وبوس اللحى حقيقه. طيب. والمناكفات في داخل قبه البرلمان او بالاوراقات السياسيه هي تحول دون ذلك، دون تحقيق الهدف. طيب. ولكن انا عندي سؤال للسيد النائب. نعم. اقول له انت يا سيد. لا العفو، يعني حقيقه انا يعني فرصه سعيده يعني التقي وياك على هالمنبر الجميل هذا، واريد اسالك يعني انت جمعت 75 توقيع لسحب الثقه من السيد الامين العام، وتوقف هذا، يعني ما هو السبب اولا؟ اسمح لي. ثم يعني مثلا انا ليست دفاعا عن السيد شيروان الوائلي، بس بقدر ما اثير قضيه اليوم، يعني اليوم لما الوكيل احتقال الوكيل البلدي ومدير العقود اللي هم من نفس الامانه العامه اللي اعترضوا واللي شنوا حمله كلش كبيره، واحنا كمراقبين يعني انتابنا شك، وليست شك بشخصيه مثل السيد الوائلي وهو رجل مكلف يعني اسمح لي شرعا وقانونا عن الاوراق اللي طرحت. وانا يعني الاوراق الجماعه استاذ جواد الشهيلي والسيد شيروان وطرحوها واستجوبوا الامانه. تلاحظ كثير ما سمعنا بانها قضايا سياسيه. طيب. وبالتالي اليوم اثمرت هاي القضيه، والدليل اليوم اكو احتقال. طيب اكو هناك انا سمعت يعني من بعض الاشخاص اكو اوراق بعد وملفات. يا سيدي الفاضل شنو منتظرين انتم تطلعونها بسرنجه بقطاره انتم؟ طيب. زين، هل انتم تخضعون الى قضيه معذره هل مساومات؟ هل طيب. بوس لحى؟ هل اكو يعني اوراق هم ضغط عليكم؟ يعني قصدك انه الاوراق اللي تقدمت واللي جمعها استاذ جواد الشهيلي ليش ما اخذت مجالها؟ طبعا لانه اسمح لي طبعا اكو استاذ عماد اكو راي عام اليوم يتابع استاذ جواد يجاوب. سؤال دقيق جدا وصريح جدا واتمنى ان اجاوب عليه من زمان صراحه، انا بس هذا اجاوب اليوم. موضوع احنا جمعنا تواقيع، نعم جمعنا تواقيع تقريبا ازيد 75 من لا زاد العدد لسحب الثقه، احتاجت الى مده دستوريه 7 ايام، عبرت المده الدستوريه. بصراحه احنا كنا على اساس ان نطرحها. طيب. صادف انسحاب القائمه العراقيه من مجلس النواب، لذلك اليوم واحتاجنا الى تحقيق نصاب. راحت الاتجاهات بمجلس النواب في يعني القائمه العراقيه هي اللي كانت مسؤوله. لا عذرا كانت مسؤوله. لا بس احنا لا بس اسمح لي. طيب. لا مو على كيفك ويانا. طيب. احنا مو هيك الحكي. طيب. لا العراقيه لما صار احنا قدمنا بالمده الدستوريه صار انسحاب القائمه العراقيه، يعني هذا خلاف ثاني. معناها العراقيه هي مسؤوله عن هذه القضيه، ليش انسحبت القائمه العراقيه؟ معناها ان هم انطوا امين بغداد يعني فرصه للبقاء. وانا هم باعتقادات الخاصه اليوم انت معطيك مبلغ في سبيل الدفاع عن دوله القانون وعن لا مو انا استاذ عماد القائمه العراقيه عندهم مشكله. انا جاي اقول لك ما له علاقه بامين بغداد. انه موضوع احتاج الى مده دستوريه 6 ايام، عدت المده 7 ايام. عندما عدت المده الدستوريه كان هناك انسحاب القائمه العراقيه، ارتأينا ان يقدم موضوع سحب الثقه عند اكتمال النصاب ووجود العراقيه. لذلك هذه الرؤيه للسيد شيروان الوائلي كانت حقيقيه ومنطقيه، على اعتبار نحتاج الى اغلبيه، هذه الاغلبيه متحققه داخل مجلس النواب اليوم باستطاعتنا ان نسحب، لكن بوجود العراقيه تكون اقوى على اعتبار كل الكتل السياسيه. باعتقادنا وبهذا تصورنا سوف يكون هناك سحب ثقه للسيد امين بغداد. خلينا نرجع. يا جماعه رحم الله والديكم. مو يفترض من كل القوى السياسيه ان يضعون مصلحه المواطن العراقي اولا بدون اسمح لي لا شنو يعني القوى السياسيه لازم توضع مصلحه المواطن. اسمح لي يا سيدي يا سيدي اسمح لي يا استاذ جواد، خلينا نرفع صوتنا شويه. اخي الفاضل يعني لو ما المواطن العراقي انتم توصلون للكراسي توصلون تحت قبه صارت عارات. مو هيك لا صارت عارات. لا مو انا ارجع لسؤالك الثاني. يعني تعير استاذ جواد الشهيلي. لا عفوا لا اخ عزيز وطيب ومحترم وانا احترم كل طموحاته وانا ساعه تعويض يعني. طيب. لا ابدا. انا بس اجاوبك على سؤالك الثاني، راح اجاوب على هذا السؤال. طيب خلينا نسال استاذ منير. هذا السؤال اكتمالا. لا هذا السؤال اني اجاوبه قبل ما تسالني. انا حسال نفسي واجاوب. مو من حق اي شخص، مع احترامي الاخ العزيز استاذ ناجي صديقي، ان تصدر حكم على شخص. طيب. يعني دا يقول على نعيم استاذ نعيم استاذ، هو ما يصير نقول متهم. نعم ما قلت متهم، استاذ ومحترم ورجل صديق. ما يخالف. كانما صدر حكم ضده. يا اخي المتهم بريء، الرجل استقدم
وما راح وهو راح برجله. طيب. ووقف القاضي ما بيه وتهمه في يعني انت بالقضاء تعتبره امر طبيعي هذا؟ مسألة طبيعي واحد يتوقف، شنو المشكلة يعني؟ بس ليش أنا أقول مثلا قناة الشرقية تكتب 40 يوم وقفوهم ونكتب بالقانون 40 يوم؟ ما يصير هذا التسقيط. طيب نعم استاذ. أجاوب على السؤال الثاني. نعم موضوع لماذا الآن الوكيل البلدي ومدير العقود الآخرين لا؟ أنا أقول لك بصراحة الملفات كلها برمتها بعثت إلى هيئة النزاهة. طيب. بالتحقيق وتفصيل بدقائق بأرقام بتامة تفاصيلها بعث السيد شروان الوالي كما تحقق منها من مجلس النواب. الآن هيئة النزاهة تحققت من أول ملف، هذا أول ملف مشروع قناة الجيش. طيب. المسؤولين عن هذا الملف كانوا الموقعين الأكثر المرتبطين أكثر بالمادة 340 اللي هي هدر بالمال العام، وصلوا إلى مرحلة أن هناك استخدام للتحقق من هذه الأدلة. طيب. هذا أولا. ثانيا هناك 4 ملفات جاهزة خلال أيام سوف تكون موجودة، أيضا يكون هناك استخدام لأمين بغداد ويكون هناك ملفات جديدة يعني. نفس الملفات اللي انطرحت في داخل مجلس النواب اللي هم كيف راح تنعاد؟ مو هي تبعث إلمن تبعث إلى هيئة النزاهة. طيب. على مود تاخذ مجراها القانوني. طيب. طريق المطار وكذلك مشروع الماء والصافة والمجسرات وكذلك مشروع إعمار مدينة الشعلة، وهذه الأمور كلها بعثت إلى النزاهة. لكن بسبب هسه يجوز أمين بغداد الرجال ما مسوي هاي السوالف. لا أكيد خليه يتحقق ما مسويها كلها مع كل احترام. إذا مو شرط النزاهة اللي حتسوي استخدام. النزاهة ما تقتنع بملفاتكم يعني. قد يكون فعلا ماكو استخدام إذا ما اقتنعت بالملفات، لكن هذه الملفات التي طرحت الآن على الشارع العراقي. طيب. هل تتوقع جنابك أنه المواطن العراقي ساذج لهالدرجة بحيث بغداد نشاهد الآن هذا شارع أبو نعاس رمم قبل ما يقارب 7 أشهر الآن. طيب. الأرصفة تفلشت وانشال النخل وانشال القرناص، دخل في خطة دخل في خطة إعمار بغداد. طيب. لاحتضان القمة العربية بهذه المبالغ. يا أخي شنو النخل حتى يجيبون النخل ما في هذا شارع أبو نعاس. ما يجيبون النخل يا أخي والله أستاذ عماد اسمح لي. طيب. والله العظيم أنا من كلفني أستاذ عماد وقال لي يا أخي هذا الموضوع، قلت له ما عندك غير هذا الموضوع؟ يعني موضوع طويل شائك يعني ممل. يعني حقيقة موضوع الفساد ممل جدا، بحيث أنت لما اسمح لي لما أنت تيجي تسوي سيرش بحث على الفساد يعني شيء مهول. طيب. من تأسيس الدولة العراقية 2003 لهاي اللحظة أخي البرلمان السابق شنو سوى؟ استدعى واستجوب مو كثير من الوزراء. شنو اللي صار؟ ما صار شيء. اليوم احنا نريد كمواطن عراقي، انا اليوم ككاتب مو اقول لك انا موكل عن الشعب العراقي. طيب. بس انا ضمير الشعب العراقي. الكاتب اذا ما يكون ضمير الشعب العراقي فلا خير به. طيب. زين اليوم ما شفنا احنا وزير تعاقب، ما شفنا واحد جابوه بالانتربول الا موظفه واحده جابوها انتربول من لبنان. طيب. فقط، وواحد معتمد في واسط. من هاي الموظفة؟ يمكن اسمها سناء، يمكن بالامانه نعم. لاعب زينه او سناء الوحيده هذه. وواحد معتمد بمديريه التربيه مال واسط، وواحد يمكن بالناصيه مزور شهادته مال اساس ابتدائي. احنا نريد طبعا احنا لما نقول اكو ارقام مهوله مخيفه مو تهدد المجتمع العراقي، مو تهدد قوته، تهدد يعني مستقبله. اليوم مقابل اسمح لي هذا الفساد والهدر المال فقر رهيب، مو بنيه تحتيه مهترئه. احنا اليوم نريد مجلس النواب حقيقه يقول كلمته. احنا ما نريد اليوم قائمه من القوائم تعزل وتاخذ ملفاته وتنسحب مو من اجل سحب ثقه او تسليط على القضيه. القاضي منير نقول ليش الحكومه تتجاهل طلبات اللي يردون يشرفون على العمليه، اللي يردون يراقبوها، القضاء، الاعلام، منظمات المجتمع المدني، اجهزه مكافحه الفساد. ليش الحكومه جايه تتجاهل هاي الطلبات؟ أنا ما عندي علم ليش البرلمان دي يراقب الحكومة. لا البرلمان ده يراقب، بس اكو الى مساعدين البرلمان، الى القضاء مساعد. يعني لا اسمعني خذ البرنامج واحنا نبطل. بس تخليه لك زين. غير شغلات قاضي يعني. غير قاضي. اخي العزيز. نعم. الحكومة انا لست لسان الحكومة، لا اني علي الدباغ ولا اني قاسم عطا، لا الناطق المدني ولا العسكري. بس احنا جايين نسالك. انا اجاوبك. الحكومة لم تعطل عمل القضاء. ما علينا لا تخلطون الاوراق، لا حد يخلط الاوراق. انا ما اعرف شو اجى متخوف من الموضوع يعني. انا متخوف لا ابدا، انا بدي احكي صراحه. تقول لي الحكومه لم تحارب القضاء، هذا كلام، هذا مو كلام صحيح. مو هي قاعد تمنع الناس. هسه الاعلام ماخذ حيزه بالوصول للمعلومه الان. والله انتم كل شيء تحكون زمان صدام خير مالتكم اذا سجايه قميص سترته باربيل وبنطلونه بسليماني. بس احنا هسه
قادر يوصل. خلي شيء، ابن المالكي عنده اشترى سوريا واشترى لبنان واشترى تركيا، ابن فلان اشترى، جعفري ما ادري 100 مليون دولار اخذ، والحكي كله مو صحيح، كله كذب. طيب. انتوا اكو شيء ما تحكوا؟ طيب. ما شاء الله المانشيتات 24 ساعه. زين، تعتقد الفساد اضعاف لموارد الدوله لو لا؟ بس الفساد آفة سرطانيه. يعني تدمير للمواطن العراقي، بس احنا مو نهاجم جهه واحده معينه، كل الجهات تتكافئ وتتعاون في سبيل تحقيق هذا الشيء. طيب. مو اني اضوج من واحد ويوميا اسوي له فيلم او اهري. ثاني اني باي حق، هو طبعا الخطا اللي قاعد يصير استاذ عماد، الخطا والنكته اللي قاعده تصير انه شخص بعد ما مسوي له استقدام وطلعوه وعروه تعري. ما يصير يا اخي، لازم يطلع قرار يكتسب الدرجه القطعيه وبعدين شو يسوون بيسووا. يعني ما يصير الانسان يشبقى به. اذا واحد اللي قدامهم مسوي حرامي، هذا يقول موقوف 40 يوم. طيب. هذا يقول مدري، هذا يقول باق جسر خانقين، والحكي مو كل حكي صحي يا اخي. طيب. الانسان بجرائم قتل يوصل الى مرحله التمييز ويطلع افراج. طيب. ينحكم بالاعدام يطلع افراج. طيب غول الفساد الان بدا يعني يتدخل بكل مفاصل الدوله العراقيه استاذ ناجي. نعم. يعني بدا غول الفساد فد شيء مخيف الان، يوصل كل مفاصلها، يدق اسفين في كل مفاصل الدوله. للاسف طبعا اصبح الفساد يعني عنوان عام، يعني مو محدد في دوله او في جهه معينه، اصبح عنوان عام في الدوله العراقيه. طيب. يعني ماكو مؤسسه مو الان يعني معفيه من هاي الظاهره. طيب. اصبحت ظاهره حقيقه. حتى اليوم الشارع، انا احمل الشارع مو جزء من هذا الفساد. طيب. يا اخي يعني المسؤول والموظف يتعامل مع الهواء لو مع الحجر، مو طبعا مع الشارع. طيب. الشارع سواء القطاع الخاص اللي يحاول يرتشي او يرشي الموظف او يرشي المسؤول، وبالتالي هو مسؤول، هو مدان كذلك. يعني مو بس المسؤول السياسي او المسؤول الاداري. طيب. الشارع مدان. احنا اصل المشكله بناء الدوله. طيب. بناء الدوله ما تاسست على اساس دوله مؤسسات. طيب. وبالتالي ياخذ القطاع الخاص او منظمات المجتمع المدني دوره بالتثقيف، دوره بالرقابه، دوره مو بالمحاكاه، دوره بالتعاطي مع اصحاب القرار. يعني احنا لا عندنا مراكز بحوث رزينه. طيب. ولا عندنا مراكز استطلاع راي، ولا عندنا يعني مؤسسات ممكن تعترف بها الدولة أو تمول من قبل الدولة. طيب. وبالتالي عندنا مؤسسات مع احترامنا يعني مؤسسات فردية وهشة وتعمل عمل فردي، ما تبنى على البناء الجماعي. طيب. يعني احنا اليوم لما نشوف في بريطانيا وفي أوروبا عامة وفي أمريكا مؤسسات تقوم المجتمع، المؤسسات المجتمع المدني هي اللي تأخذ بزمام الأمر ثقافة المجتمع، وهي طيب. اللي تحرض الناس على حقوقها. اليوم المواطن يعني اسمح لي، الناس تطلع تظاهرات. لا اسمح لي، التظاهرات اسمح لي، التظاهرات هي جنبه من الديمقراطية، تلاحظ، والانتخابات جنبه من الديمقراطية. طيب. احنا شوف اليوم اسمح لي منظمات المجتمع المدني. يعني استاذ جواد هناك من يرى انه برواتبكم سرقه مشرعنه، يعني يقول لك اعضاء مجلس النواب ياخذونهم بال20 مليون دينار، ليش احنا ما ناخذ؟ ياخذون 12 مليون وياخذون فلوس حمايات وياخذون ما يعادل الجميع بهاي العمليه، بينما اكو موظف ياخذ له راتب 400,000 700,000 دينار، شو رايك؟ أنا أعتقد أنه هذا مبالغة براتب عضو مجلس النواب بصراحة. راتب عضو مجلس النواب، لو أنا أدري الموضوع عن طريقك كان جبت لك الفيشة مالتنا. راتب عضو مجلس النواب أعلن بالإعلام وصار تخفيض له 10 ملايين، بعد الاستقطاعات وبعد الضريبة يصير 8 ملايين. وحمايات؟ أنت تدري لا، الحمايات تروح الحمايات. إذا كان هناك أعضاء مجلس النواب، لا إذا كان أعضاء مجلس النواب ياخذون فلوس حماياتهم، فانا اعتقد، انا بصراحه اتحدث اليوم، خلينا نتحدث شويه بعنصريه. طيب. اليوم التيار الصدري وكتله الاحرار باشراف الهيئه السياسيه لا تسمح بهذا الامر نهائيا. طيب. مشرفه على دقائق الامور 27 حمايه 30 حمايه يكونون باستلام راتبهم كامل 750 للمتزوج 720 للاعزب. طيب. هذا ما يستلمه، هذا امر. الامر الثاني موضوع الراتب، انا اعتقد بصراحه عندما تتحدث عن عضو مجلس النواب يستلم هذا الراتب ليس بالدفاع عنه، نعم المبلغ كبير جدا. طيب. طالبنا اكثر من مره بان يكون هناك تخفيض للرواتب